عارف الحكايات اللي بتبدأ بشكل بريء جدا؟ يعني واحد يجي يقولك يا جماعة احنا بس عايزين نعمل مشروع كهرباء، فتقول ماشي يا سيدي ربنا يسهل، وفجأة تلاقي نفسك بعد كام سنة قدام واحدة من أعقد أزمات المنطقة كلها. وده تقريبا ملخص حكاية سد النهضة. لأن في الأول الكلام كان بسيط، سد كبير في أثيوبيا عشان يولد كهرباء وينمي البلد ويوصل الطاقة لملايين الناس. كلام منطقي جدا ومفهوم جدا. لكن على الناحية التانية من النهر وتحديداً في مصر، الحكاية ما كانتش بتتسمع بنفس الهدوء ده، لأن مصر أصلاً معتمدة على النيل في حوالي 90% من احتياجاتها من المياه العذبة. ففكرة إن يبقى في سد ضخم فوق المنبع من غير اتفاق واضح وملزم، ده بالنسبة لمصر مش خبر اقتصادي سعيد، ده خبر يدخل على الأعصاب على طول. ومن هنا المشروع اللي طلع في خطاب أثيوبي باعتباره مشروع تنمية وكهرباء وسيادة، دخل في الخطاب المصري باعتباره ملف أمن مائي، ومع الوقت بقى واحد من أخطر الملفات المفتوحة في المنطقة. يعني احنا النهاردة مش قدام حكاية سد اتبنى وخلاص، احنا قدام حكاية ازاي مشروع تنموي عند دولة اتحول عند دولة تانية إلى سؤال حياة أو موت. وده بالظبط اللي هنحكيه النهاردة، ومش من زاوية مين بيزعق أكتر، ولا من زاوية مين معاه هاشتاجات أعلى، لكن من زاوية أبسط وأهم: إيه اللي حصل وإزاي الحكاية وصلت لهنا. أهلا بيكم في مجتمع الرغايين. لازم في الأول نفهم حاجة مهمة جدا: النيل في مصر مش مجرد مورد مائي، مش حنفية كبيرة يعني. النيل في الوعي المصري أقرب لحاجة بين شريان الحياة والضيف الوحيد اللي البلد كلها مستنياه وما ينفعش يتأخر. يعني في بلاد تانية ممكن يبقى عندها مطر وأنهار كتير وبحيرات وبدائل، إنما مصر في حكاية المية تحديداً الموضوع مختلف تماماً. عشان كده أي خبر يخص النيل المصري ما بيسمعوش بودانه بس، بيسمعوا بأعصابه كمان. ومن هنا نقدر نفهم ليه من أول ما ظهر مشروع سد النهضة مصر ما شافتوش مجرد مشروع هندسي بعيد عنها، هي شافته من أول لحظة من منظور تاني خالص. طيب ده هيأثر إزاي على المية؟ وقت الجفاف هيحصل إيه؟ مين يقرر؟ وإحنا هنضمن إزاي إن النهر اللي عايشين عليه من آلاف السنين ما يدخلش فجأة في منطقة تحت التفاوض؟ انت هتطور وتنمي وانا معاك، لكن خلي بالك ان في مصر شعب بيعيش فقط على المية اللي بتيجي من هذا النهر. ودي نقطة أساسية جدا، لأن أي حد هيتفرج على الحلقة لازم يبقى فاهم من بدري إن الخلاف هنا مش على فكرة التنمية نفسها. مصر رسميا بتقرر إنها مش ضد تنمية أثيوبيا أو توليد الكهرباء، لكن اعتراضها الرئيسي على غياب اتفاق قانوني واضح ينظم الملء والتشغيل، خصوصاً في أوقات الجفاف. وده أصلاً موجود في قلب إعلان المبادئ سنة 2015 اللي قال إن هدف السد هو توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت نص على عدم التسبب في ضرر ذي شأن، وعلى الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي. يعني من أولها كده المشكلة مش في وجود السد وخلاص، المشكلة في إدارة السد. ودي جملة مهمة جدا في الحلقة. الأزمة الحقيقية مش في الخرسانة، الأزمة في قرار المياه. في سنة 2011 أثيوبيا بدأت بناء سد النهضة على النيل الأزرق، ووقتها قدمته كمشروع قومي ضخم لتوليد الكهرباء ودفع التنمية الاقتصادية. ومن يومها المشروع فضل يكبر سنة ورا سنة لحد ما بقى أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا. وهنا المشهد كان غريب شوية. أثيوبيا كانت شايفة نفسها بتعمل حاجة تاريخية، سد عملاق، كهرباء، طموح، استقلال، قرار، ومشروع يقول للعالم إحنا كمان نقدر نعمل حاجة كبيرة. وفي المقابل مصر كانت باصة للمشهد بطريقة مختلفة تماماً. أيوة تمام، بس النهر ده مش نهر محلي جوه بلد واحدة، النهر ده نهر عابر للحدود، وأي خطوة فيه لازم تبقى محسوبة، مش طرف واحد بس اللي يحدد. وده من أول لحظة كان جوهر الخلاف. أثيوبيا كانت بتتكلم بمنطق من حقنا ننمي بلدنا، ومصر كانت بتتكلم بمنطق تمام بس مش على حساب أماننا المائي. يعني من بدري جدا كل طرف كان شايف نفسه صاحب منطق واضح، وعشان كده الملف اتعقد. واللي زاد التعقيد إن السد نفسه ما كانش مشروع صغير أو عادي، احنا بنتكلم عن مشروع بمليارات الدولارات وقدرة توليد ضخمة، وأثيوبيا شايفاه جزء من مستقبلها الاقتصادي والكهربائي. وافتتاحه الرسمي سنة 2025 قالت إنه وصل إلى القدرة القصوى 5150 ميجا وات، وإنه هيخدم ملايين الناس ويضاعف حضور أثيوبيا في سوق الطاقة الإقليمي. يعني باختصار كل ما المشروع كبر كل ما التراجع عنه بقى أصعب، وكل ما القلق المصري زاد كل ما الملف بقى أكثر حساسية. نروح بقى لسنة 2015، ودي من أهم لحظات القصة كلها.
في 23 مارس 2015 مصر وأثيوبيا والسودان وقعوا في الخرطوم إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والوثيقة دي مهمة جدا لأنها ببساطة كانت محاولة لوضع قواعد عامة تقول يا جماعة خلينا نمشي في الملف ده بشكل منظم، وفيها نص واضح وصريح إن الغرض من السد هو توليد الكهرباء وتنمية التكامل الإقليمي، وفيها كمان نص واضح على عدم التسبب في ضرر ذي شأن، وعلى الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي، وكمان على تسوية النزاعات سلميا. يعني لو بصيت للورقة دي من بره تقول خلاص يا جماعة الحكاية داخلة على حل أهو، بس الحقيقة إن الورق ساعات بيبقى محترم جدا، والمشكلة بتبقى في آليات تنفيذ الورق ده. لأن السؤال الحقيقي هنا ما كانش هل عندنا مبادئ عامة؟ السؤال الحقيقي كان طب هنطبقها إزاي؟ إيه قواعد الملء؟ إيه قواعد التشغيل؟ لما الجفاف بيجي هنوزع الضغط إزاي؟ ولو حصل خلاف بعد كده مين اللي هيحسمه؟ ودي الأسئلة اللي فضلت متعلقة وفضل معاها التوتر قائم. وعلى فكرة دي لحظة مهمة جدا في السرد، لأن تقدر تقول للمشاهد الحكاية ما وقفتش عند مين ضد مين، الحكاية دخلت في مستوى أصعب بكتير، مستوى البنود، التفسيرات والخوف من اللي مكتوب، والخوف الأكبر من اللي مش مكتوب بما يكفي. بعد إعلان المبادئ دخلنا في المرحلة اللي كلنا حفظنا اسمها تقريبا، المفاوضات. والمشكلة في المفاوضات دي إنها من بره شكلها هادي ومحترم، وفود، وزراء، بيانات، صور جماعية، ناس لابسة بدل، كل واحد باصص في الورق وكأنه هيحلها في 5 دقايق، لكن من جوه كانت واحدة من أكتر المراحل استنزافاً، لأن الخلاف الحقيقي ما كانش على عنوان الأزمة، كان على تفاصيلها الدقيقة جداً. وفي 2020 الاتحاد الأفريقي أعلن إن الأطراف الثلاثة أعادت تأكيد التزامها بالمسار الأفريقي، ووافقت على استنزاف المفاوضات فوراً لمناقشة القضايا الفنية والقانونية المتبقية. يعني حتى وقتها كان واضح جداً إن لسه في نقاط شائكة ما اتحسمتش، وده معناه إننا من 2015 لحد 2020 وما بعدها كنا لسه في نفس الدايرة، كل مرة نقول يمكن قربنا، وبعدها نكتشف إن لسه السؤال الأهم ما اتحلش. إيه هو بقى السؤال الأهم؟ ببساطة وقت الشدة المية هتمشي إزاي؟ وده قلب الأزمة، لأن طول ما الدنيا مطارها كويس والدنيا ماشية ممكن ناس كتير تقول ما هو لحد دلوقتي ما حصلش انهيار. وفعلا وكالة رويترز نقلت إن الملء المراحلي تم حتى الآن من غير اضطراب كبير ظاهر في التدفقات، وسط أمطار مواتية وملء بحذر نسبي في المواسم الرطبة. لكن مصر والسودان مشكلتهم مش مع السنة اللي عدت بخير، مشكلتهم مع القاعدة، مع اليوم اللي الدنيا فيه ما تبقاش لطيفة، مع سنة الجفاف أو مع سنة الجفاف الممتد، مع اللحظة اللي كل متر مكعب مية فيه هيبقى ليه وزن سياسي وزراعي وبشري ضخم. وعشان كده السودان كمان كانت بتطالب تنسيقا واضحا في التشغيل وإعادة الملء علشان ما تحصلش آثار مفاجئة على سدوده، ومصر والسودان يفضلوا يطالبوا باتفاق قانوني ملزم، بينما أثيوبيا تمسكت أكتر بفكرة الإرشادات أو القواعد غير الملزمة. يعني ببساطة شديدة الناس كلها موافقة إن في سد، بس مش موافقة على مين يضمن إيه وإمتى وإزاي. في فبراير 2022 أثيوبيا أعلنت بدء إنتاج الكهرباء من أول توربين في السد، ودي كانت لحظة مهمة جدا لأن السد ساعتها بقى مش مجرد مشروع قيد البناء، لكنه بدأ يدخل في مرحلة التشغيل الفعلي. وفي نفس اللحظة تقريبا مصر اعتبرت ده تصرف أحاديا جديدا ومخالفا لروح الاتفاقات السابقة. وهنا القصة دخلت مرحلة جديدة، لأن طول ما السد بيبني كان في لسه مساحة تقول طب ممكن نلحق ونرتب، لكن أول ما التشغيل بيبدأ الإحساس بيختلف. الموضوع بقى عامل كأن في حد بيقولك ما هو القطر اتحرك فعلا. لو عندك ملاحظات قولها بسرعة، وده طبعا كان بيزود الإحساس في مصر إن الزمن مش شغال لصالحها. يعني الملف هنا ما بقاش مجرد خلاف نظري على المستقبل، لا المستقبل بدأ يحصل بالفعل مش مجرد احتمال. وده بيخلي الجملة دي مهمة جدا في النص. من أول ما السد اشتغل الأزمة خرجت من مرحلة ماذا لو ودخلت في مرحلة إزاي نتعامل مع اللي بقى موجود فعلا. وصلنا بقى ل 2023 والناس كلها تقريبا كانت زهقت. يعني فعليا الملف شغال بقاله سنين طويلة، وكل فترة تسمع في مفاوضات جديدة، في انفراجة، في تقدم، في تفاهم، وبعدين ترجع تلاقي نفسك في نفس النقطة. وفي ديسمبر 2023 مصر أعلنت إن أحدث جولة من المفاوضات فشلت، لكنها ستواصل متابعة ملء وتشغيل السد. وده كان اعتراف صريح إن المسار التفاوضي وقتها ما وصلش لاتفاق نهائي. وهنا لازم نقف عند معنى مهم: لما مفاوضات بهذا الطول وبهذا الحجم تفضل تعيد إنتاج نفس الخلاف، فده معناه إن العقدة مش في سوء تفاهم بسيط، العقدة في أصل التصور نفسه. اثيوبيا بتقول إحنا عندنا حق سيادي في التنمية والسد مش معمول عشان يضر حد، ومصر بتقول تمام بس أنا محتاج التزام قانوني واضح مش مجرد تطمينات.
والسودان بتقول أنا كمان محتاجة تنسيق دقيق عشان سلامة وتشغيل سدودي. يعني كل واحد داخل الملف من باب مختلف، وعشان كده الخروج منه مش سهل. في سبتمبر 2025 أثيوبيا افتتحت السد رسمياً وقدمته بوصفه أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، وقالت إنه وصل لقدرة إنتاج قصوى 5150 ميجا واط. مصر في المقابل اعتبرت الافتتاح واستكمال التشغيل من غير اتفاق قانوني ملزم انتهاكاً، ووصلت للقول إن الملف مازال يشكل تهديداً لأمنها المائي. وده من أقوى لحظات الحلقة كلها. ليه بقى يا سيدي؟ لأنها لحظة مفارقة ضخمة. بالنسبة لأثيوبيا الحلم اكتمل، في سد اتبنى ومشروع قومي اتحقق وكهرباء ورمز وطني ورسالة إن البلد قادرة. وبالنسبة لمصر لا، الحكاية هنا لسه ما خلصتش. السؤال بقى، هل السد موجود؟ هل في اتفاق ملزم ينظم السد ده وقت الأزمات؟ يعني السد نفسه اتقفل كمشروع هندسي، وده مهم جدا في السرد لأن بيخلي الحلقة كلها تمشي ناحية فكرة واحدة. المشكلة مش في لحظة البناء، المشكلة في لحظة الإدارة. لو حد افتكر إن افتتاح السد معناه إن الستار نزل، يبقى لأ، لأن حتى في يناير 2026 كان لسه في حديث عن وساطة أمريكية جديدة بعد ترحيب مصر. بينما ظل جوهر الخلاف كما هو، اتفاق ملزم على الملء والتشغيل، وخصوصاً وقت الجفاف، وآلية تسوية النزاعات. يعني بعد كل السنين دي احنا قدام أزمة ليها شكل غريب، مش حرب معلنة، مش سلام مستقر، ومش اتفاق نهائي، لكن برضه مش لا شيء. هي أزمة عايشة في المنطقة الرمادية، والمنطقة الرمادية دي هي أكتر منطقة بتتعب الأعصاب. وعشان كده الحلقة دي لازم ما تتحكيش كأنها قصة خلصت، لا، دي قصة لسه شغالة، ودي نقطة قوة مش نقطة ضعف، لأنها بتخلي النهاية نفسها تقول للمشاهد إحنا مش بنحكي تاريخ قديم وبس، إحنا بنحكي ملف لسه بيتكتب. سد النهضة ما عادش مجرد سد، هو دلوقتي اختبار كبير جدا. هل ينفع مشروع تنمية عند دولة ما يتحولش إلى مصدر خوف وجودي عند دولة تانية؟ وهل الأنهار المشتركة ينفع تدار بالنوايا الحسنة بس؟ ولا لأ؟ لازم يبقى فيه ورق واضح وقواعد واضحة وضمانات واضحة. أثيوبيا شايفة السد رمز للكهرباء والتنمية والسيادة، ومصر شايفاه ملف أمن مائي لا يحتمل المجازفة، والسودان شايفاه موضوع تنسيق وأمان وتشغيل ما ينفعش يتساب للظروف. وعشان كده أهم جملة ممكن تتقال في الحكاية دي هي سد النهضة ما بقاش مجرد مشروع هندسي، بقى اختبار مين يملك قرار المية وقت الشدة. وده السبب اللي مخلي القصة دي مش مجرد خبر سياسي عابر، ده حكاية نهر وحدود وتنمية وخوف وتفاوض، وقت بيعدي وحل لسه ما وصلش. يعني لو طابة كانت حكاية انتهت برفع علم، فسد النهضة حكاية لسه واقفة عند سؤال مفتوح: هل المنطقة تقدر توصل لصيغة تضمن التنمية من غير ضرر، ولا الملف هيفضل متعلق فوق النهر؟ ولو شايف إن الملفات اللي زي دي لازم تتحكي ببساطة من غير دوشة زيادة، اعمل اشتراك في قناة الرغايين عشان يوصلك كل الرغي، وفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هنكمل في الملفات تانية بنفس الفكرة. ازاي السياسة بتبدأ أحيانا بمشروع وبتنتهي بأزمة عمرها ما كانت بسيطة. أهلا بيكم في مجتمع الرغايين.